يا صباح الخير ويا مساء الخير حسب التوقيت اللي دا تشوفون بيه هذا الفيديو. شلونكم؟ يا رب إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم ما أعرف وين دا نطلع أصلا، ما أدري، بس قلت خلي أصور لكم فلوج حتى لا كان قصير وصغير نسولف بيه شويونة. ويانا أبو شهاب الشقاق الماكو. أهلا وسهلا بكم في. I just washed my car, so there may be some splash. That's all right. Yeah. That's all right. I just cleaned the Thank side you. off for you. Thank you so much. Yeah. Thank Just- you, Baba. Yeah. Thank you. Have a good one. Thank Yeah. you. اي يا اعزائي، هنا جوارينا السيارة اللي دا يغسل سيارته فانطفر مي على سيارته اي فدا يعتذر من عندنا، يقول سوري لأن طفر مي على السيارة. ذكرني بفدوائك. بينما احنا بالعراق اتذكر جوارين بيت اهلي، واحد حاط سيارته بباب البيت بامان الله، واجا واحد ضرب له السيارة فلشها وراح طفر. أبو ستوتة بوقتها قبل بيه. ابو ستوته كان اختلاف ثقافات لا اكثر. I washed the side. يعني يقول لي أنا طفرت مي بس هم غسلت لك إياها. مستغربت شفتك شغلت السيارة. تريدين تمشين؟ ها؟ تريدين تمشين؟ لا عادي، السيارة ونتمشى شو المشكلة. فلين شغلت السيارة أنا استغربت، قلت وين دا يوديني يا أبو شهاب؟ وين حيطلعني؟ وين حيوديني؟ مكان جديد ما راحت له قبل. خلي أصور لكم الشارع ايش يسوون أبو شي. صح. متوهمان وحيل تعبان. طبعا حاليا الساعة بيش 7:30 مساء. اي حاليا ب7:30، بس مثل ما دا تشوفون بعدها الشمس موجودة. اليوم الجو بيه نسمة هواء باردة خفيفة، بس لأنه شمس حاليا ما دا نشوف انه الجو بارد. مثل ما دا تشوفون الفيو جميلة جدا. اني لحد الآن ما اخذتكم جولة في المناطق هنا في استراليا، فهذا هو أول فيديو حشوفكم بيه البيوت اللي موجودة. وأبو شهاب الشقاقي، أبو شهاب ما أعرف ليش هو يصور كومة، بس من أنا أصور بكاميرتي يستحي. كاميرتك حلوة. واو. إذا تلاحظون أعزائي، هاي الغراض اللي محطوطة، هاي اللي قلت لكم عليها إن الناس الأشياء اللي ما يحتاجوها يذبوها برا البيت، واللي يريدها ياخذها. بس هم برا حاطين سينك وحاطين هيكل مال طباخ. مظلة. مظلة همينة. طبعا هذا مو بيت، هاي عيادة مال أسنان. قلت العيادة كنا نروح لها. هو أنا هم اجتني لحظة إدراك إنه منظر العيادات اللي عندنا وهنا العيادة مالتهم شلون حلوة. اليوم هو يوم الثلاثاء صح؟ أي حاليا يعني مخلصين دوام الموظفين والطلاب هنا، راجعين لبيوتهم. فأي اليوم راجعين هسه لبيوتهم هذا الوقت. فإذا تلاحظون إنه الحركة هنا قليلة. وهسه أكثر اللي هنا من ملبورن دا يتحضرون، لأنه يوم الخميس أو الجمعة يصادف عندهم العيد. خميس يمكن 25 أي يوم 25 يصادف عندهم العيد مالتهم، فيحتفلون. وأي كنيسة تفوتون من يمها راح تلقون حاطين بوستر كبير إنه يوم 25 يوم الاحتفال، تعالوا وانضموا من هذا الكلام.
طبعا إذا صارت فعاليات وإحنا بهذا اليوم طلعنا فهم أكيد إن شاء الله نصور لكم. أمان التي في السماوات. برأيك ليش يحتفلون بيوم 25 وإحنا بشكل عام نحتفل بيوم 31 الكريسماس؟ سألتيني. يوم 25 هو يوم الكريسماس اللي هو شنو معناه؟ اللي هو معناه ميلاد المخلص حسب الفلسفة اللي موجودة بالديانة المسيحية. إنه هو يوم ميلاد السيد المسيح اللي هم عندهم يوم 25 بمعتقدهم ايه هو الشخص المخلص. احنا بالنسبة لنا النبي عيسى عليه السلام هو بدنا نبي يعني مؤمنين بهماتين بنفس الوقت. بس هو الفرق الرئيسي هذا. كأنما يعني بدون تشبيه من المسلمين يحتفلون بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، المسيحيين يحتفلون بمولد النبي عيسى عليه السلام. طبعا يعني موجود بعض الفروقات يعني من أذكرها باعتقادهم بالرمزية اللي موجودة عنده. فهم يحتفلون دائما يوم 25. فهذا يوم 25 جايج بالحكي. يوم 25 هو عيد ميلاد السيد المسيح. اتفقنا؟ اوكي. أما يوم 1 بالشهر فهو اليوم اللي تبدي به السنة الميلادية. تمام؟ اوكي. لذلك الاحتفال اللي يكون هو الاحتفال هي ليش يسموها فترة أعياد؟ لأن بها أكثر من عيد. الأول هو يوم 25 يبدي اللي هو عيد ميلاد المخلص بالنسبة لهم. ماذا لازم ينسر عليه صافية. ولا ما أتوقع إنه مطعم كلش كبير هو. ويوم 1 بالشهر هو رأس السنة الميلادية. فإحنا اللي نحتفل به حسب كل واحد وتوجهاته والمشاكل اللي عنده. بس أكثر ناس يحتفلون بيوم 31/12. اي مو هذا الاحتفال مال راس السنه، هذا ما له علاقه بميلاد السيد المسيح. اي مو هي احس مو كل الناس عندهم هاي المعلومه انه يعرفون اكو احتفال يوم 25 همينه. صح وياك. بس هو هم يعني شلون احنا عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى اللي تتجمع به العوائل وهيك شيء. هم بالنسبه لهم عيد الكريسماس هو اللي ايضا يصير به جاذرينج للعوائل وهيك، يطبخون الديك الرومي. اي الديك الرومي تصير جاذرينج مع هاي الدجاجه الكلش كبيره اللي يحطوها بسيفس. لا لحظه لا هسه احنا خربطنا. هاي الدجاجه الديك الرومي هاي يسووها بعيد الشكر. امي يسووها اماتين بعيد الشكر. ما اعرف اذا اكو اشخاص مسيح من الطائفه المسيحيه دا يشوفونه فيكتبون لنا انتو شلون يكون احتفالكم بيوم 25، شنو الاشياء اللي سووها. من الغلط اتوقع هو هذا اليوم اللي يتبادلون به هدايا وهيك شيء، يمكن لو يوم 31 هم يكتبون لنا. لا كله كتبين قال لا طبعا اكيد، بس هنا كلش مهتمين بهذا الشيء يعني حالة من حال العيدية. هسه انا ما نطيك عيدية بالعيد. مو دائما. لا معود اني العيدية ما ادش. مو دائما تعطيني عيدية. كانت العيدية عبارة عن ذهب، بعدين صارت مرات ورد، لحد ما تبخرت صارت كل شيء ماكو، بعدين صارت اني عيديتك، اني العيدية مالتك. مو راح ما نشتري، بس انت مو عيديتي. ما راح نشتري شجرة في هذا العام لان انت لا اني ما اريد شجرة واريد هدية.
ليش انت شنو مسيحيه؟ ايش عليك انت؟ ما له علاقة، احنا نحب نحتفل ببداية عالم. السنة الجديدة. عندهم معتقد ديني دا يحتفلون به، انت ايش عليك؟ الشجره هي شجره اني كريسمس. وياهم عادي، شنو شج- المشكلة؟ احتفل وياهم. ما عندي مشكله، انت احتفلان ايش عليه؟ اي بس لازم انت تجيب لي شنو هدية. المناسبه؟ من اريد انا احتفل عند ذاك الوقت. مناسبة اني موجودة بحياتك. هاي مناسبه نحتفل بها يوميا. وين الهدية؟ شو نطيج؟ ما شاي جبت لك مناظر. هاي مناظر هي اصلا، جبت لي اياها قبل 3 سنين هاي. صدق؟ ما أتذكر. من دبي. جبت لك علاقه مال مسواق عليها صوره الكريسماس. دا تشوفون. خلي وصلنا طبعا الى وجهتنا حاليا. مشوار كلش طويل 5 دقائق. كلش. خلي ننزل الكي مارت واصور لكم الاشياء الموجوده هناك، لان شفت بالفيديوهات اللي دا ينزلها احمد واللي اني انزلها تقولون سوونا جوله وشوفون الاسواق مالتهم، فتعالوا اليوم ناخذكم بجوله حتى تشوفون الاسواق اللي موجوده في مدينه ملبورن. يا بنا حاليا خلينا السياره بالجراج، خلي اشوفكم الجراج. هذا هو الجراج. هو هذا فري طول الوقت لو بعد الساعة 6 مو؟ لا، ساعتين اثناء الدوام، ايه ساعتين مجانيه باعتبار هو مركز تجاري هنا، والاوقات الباقيه بين الساعه 8 الصبح و6 العصر ساعتين مجانيه. اما خارج الساعتين هاي المجانيه يعني لازم شو تسوي؟ شو الساعة؟ لازم تعرف انه انت كيف تتعامل مع القانون. نعم. يعني شلون تتعامل مع القانون؟ يعني مبدئيا احنا لازم نعبر المكان، نعبر بس مشي. زين. ثانيا واللي هو الاهم، ايه مو خلصت هاي الساعتين مثلا وانت طابق بوقت الدوام، شو تسوي؟ مثل السبع تحرك سيارتك تخليها بغير مكان، تنحسب لك ساعتين جديده. صدق؟ يس. حلو. اما خارج هاي الاوقات اللي هي من 6 الصبح ل 8 العصر فانت تطبق مجاني باعتبار خارج وقت الذروه. فالملخص كله يعني هسه حاليا مجاني. هذا كي مارت. خذلنا لازم نسلق ابو شهاب. ترهم خوش فوتو كفر مال اليوتيوب. شوفوا هنا موجود عندكم أشياء المطبخ الكثيرة. شو تريد؟ أني دا أدور على علب أحط بيها الشكر وما شكر وهاي السوالف، فخلي أشوف شنو ممكن ألقى شي مناسب. مبدئيا هاي العلب كلش مفيدة وتحوي هواية شغلات، بس هاي صغيرة أكل حجم يكون الوسط هو الأفضل. هاي بس السدني لو صغير لو كبار ماكو وسط. نشوف هذي. لا مو هذي. اكو وحدة شفتها على التيك توك كانوا مسوين بيها ديكور حلو. اي مبدئيا خلينا ناخذ هذه ام الليمون حلوة.
اوكي، اللي هي هاي. اكو مال ليمون واكو مال فراولة، بس راح اخذ مال ليمون because why not. زين. هذني الاشياء دائما يصير عليهن ديسكاونت يحطوهن هنا، بس ما محتاجة شي منهم. هذه اللي قلت لكم عليها حسيتها حلوة، ترهم للبهارات وهاي السوالف كلها، فراح اخذ لي وحدة حتى اخلص بيها من الهوسة مال البهارات. او ممكن نسوي كوفي كورنر بيها. طبعا شنو بيها هذا اللون، واتوقع بيها لون اسود. بس هذا حلو، جوزي وخشب وهاي الاشياء. زين، هاي الحافظات عندكم كلش هواية احجام واشكال. اني اشتريت حافظات زجاج ودا اخلي بيهن الاكل. هذني اخليهم اني بداخل الكنتور، واخلي فوقهم الملابس، واخليهم بداخل الكاونتر، واحط عليهم المواعين وهاي الشغلات مال الكاونتر. اوكي، وعدكم هذه نفس اللي هسه اني اخذتها، بس هذه لونها اسود. اني حبيت ذيك اكثر صراحة. اوكي، بعد شنو اكو هنا؟ شنو الشي ممكن نحتاجه؟ Hi, madam. What can I do for you today? هذه الكتلة مال المي الحار، غلاية مو كتلي. وهذني توسترات. احنا هاي اخذناها، هاي عندي بالبيت ورهمنا وياها. هذا وهذا الوجه مال الزوج الذي يكره التسوق. شنو راح تدور؟ لقيتني لو لا؟ لقاني بس للأسف. اوكي، هذه كلها جهة كتب، وهذه كتب وقصص مال أطفال. هنا جهة الألوان والأصباغ، يعني أضيع تلقوني هنا موجودة بعدين. لأنه أحب الألوان والأصباغ. طبعا أنا لساني ذكرت يراد لي مراية صغيرة. اوكي، مراية حتى نثبتها بالتصوير، لأنه أنا على الانستغرام أصور فيديوهات مال ميك اب، فأحتاج يكون عندي مراية حتى أقدر أباوع على الكاميرا وأقدر أباوع على مراية بنفس الوقت. تايلور سويفت إذا تحبوها. هيك
هذني اللوحات اللي أجي أشتري منهن دائما وأرسم. تلاحظون الأشياء اللي موجودة كلش حلوة، بحيث أحس يعني الجهال شنو مثلا يقعدون يتفرجون على كرتونات وهيك وهاي الأشياء موجودة كلش حلو. هذه بها ألوان ومرسومة، فأنتوا بس مجرد تلونون وبعدين تطلع بهذا الشكل. هاي بزونة. هذا ما أعرف شلون أصلا يسووها. ذني الإضافات حلوات تنحط على البناطير، ممكن تلزقوها. Can I get a team member for the service desk, please? Team member for the service desk. هذه الأشياء مال الترتيب داخل الكاونترات داخل غرف النوم، لأن كلهم بس مجرد علب نقدر نحطن كديكور. خلينا نشوف جهة الورد، جايبين ورد جديد، لأن آخر مرة كان الورد اللي جايبين ما حبيته. جايبين ورد جديد هالمرة، هذا بكل مكان موجود فما حبيته. من أشوف الأشياء هواية مكررة بكل مكان ما أحبها. هذا الورد جايبه جديد بس حسيته مبين صناعي، اكو ورد يصير شكله طبيعي أكثر، فهذا مو كلش حبيته. طبعا هاي كلها أشجار. خلينا نشوف مراية صغيرونة تفيدنا بالتصوير. هذني المرايات كلهن كبار، كلهم حجمهم كبير. هذا شكل التيبل لامب كلش حلو وكلش فينتج. طبعا الإضاءة مالته تكون صفرة، بس أنا كلش حبيته، حسيته فينتج كلش. طبعا عندهم شوية أثاث همينة، هي مثل ما تشوفون. هاي تحسوها باك بلاستيك، يعني الأثاث مالتهم طقطوقي احنا نسميه بالعراق، إنه مو أفضل شي بالعالم، بس يستوى إنه هو يمشي الحال. يعني شنو في رحلة البحث عن مراية صغيرونة، ما ندوخون بهاي الأشياء، كلها علب. وين ممكن نلقى مراية؟ طبعا أنا بحاول مو كلش أرفع الكاميرا حتى ما أصور الناس حفاظا على خصوصية الآخرين، فمن دا يفوتون الناس دا أحاول أنزل الكاميرا، فاعذروا تصويري المتواضع، بس نحاول ما نضايق غيرنا. ما أدري وين المرايات، شو حسن اختفن فجأة. نوب.
ممكن هذه المراية وأثبت بها مغناطيس من الظهر حتى أقدر أثبتها على ستاند وأصور بيها. شوف الساعة مراية. هاي أني وياكم طالعين حلوين. وهسه أعزائي تتم عملية الدفع. طبعا عملية الدفع اخدم نفسك بنفسك. عندهم قسم مال ملابس، بس الصراحة ملابسهم مو أفضل شي، بس ملابس البيت لطيفة والكواليتي مالتها حلو، بس ما الطلعة مو كلش حلوات. خلصنا الدفع، نستلم الفاتورة. هسه يلا ناخذ شوالاتنا ونطلع. طبعا اكو سكشن خاص مال بيوتي، ما ادري ليش اكو سكشن خاص مال بيوتي اللي هو بكل الشغلات اللي ممكن سوالف البشرة، الكريمات، الغسولات، كل شيء. كريسمس بويا كريسمس، عيد ونفرح بيه. تسوقنا من كيمارت وجبنا بعض الأشياء وسوف نذهب ونكمل المسيرة. اكو بوست، يعني مو بوست، هسه فيديوهات دا تنتشر على انستغرام يقول لك البنات ينزلون لا تتزوجين هذا الشخص اللي يقول لك يلا اختار اللي يعجبك ماني حروح اظل انتظرك واقف برا. لا اختاري اللي يعجبك وخليه ينتظر برا يعني. اختاري الشخص اللي يقعد هو يختار وياك ويقول لك هذا حلو هذا ما حلو. لا ويلا نسوي هيك ويلا نختار. شنو اختاري هذا وخلي هذا وجيبي هذا؟ وين احنا بعد يعني اسوي لك دليل على انه انت دا تشاركه اهتمامات. ما له علاقه، يجوز هو مهتم بهالموضوع. لا شلون ما مهتم؟ هسه انا من العب طوبه العب فيفا. لا احنا هسه بدنا نحكي على لا لا جزئية لا الشراء. لا 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 الكل والجميع للجميع. هسه انا تشوفون من العب فيفا. انتم الرجال مشكلة. والله ماكو مشكله غيركم. المهم هسه انا من العب فيفا اجي اقول لك تعال زم الجوستيك والعب وياي واذا ما لا لعبت لان اني ما افهم بيها. خلاص انا هم هاي شغله ممكن انا ما افهم بيها او غيري ما يفهم بيها، فهاي مو مقياس للحب لو بس الاختيار. لا هو مو مقياس، بس شيء لطيف انه اذا هو مثلا يقعد هو يقول لها مثلا اي هذا حلو خلنا ناخذه، اي هذا لا ما حلو، مو انه هو ما عنده اي ردة فعل وساكت وصامت. يعني بعد الموضوع هو وجهات نظر الصراحه. يعني هسه احنا من اشترينا الاثاث مال البيت مو كنا نشارك بالرأي يسوون. اي بس مو شرط انه الناس اللي يسوون هاي الاشياء مثلك، يعني اذا اكو واحد هاي الاشياء ما يحبها، ما يحب يتسوق، ما يحب يختار، ما يحب ما اعرف شو يسوي، ما يحب يفتر، هل معناه انه هو ما يحب اللي لا انا ما دا اقول انه معناه بخلل، بس دا اقول انه شيء لطيف اذا هو سوى هذا الشيء. واذا ما سوى مو لطيف؟ لا مو لطيف، بس يعني مو فد شيء سيء، بس هو اضافه لطيفه اذا هو شارك اهتماماته. مو فد شيء ضروري ستيل بنفس الوقت. لا تضغط على نفسك يا عزيزي باي شيء، يعني اذا تريد تسوي الشغله وانت حاب تسويها فسويها، بس اذا انت ما حاب تسوي شغله فلا لا انت ولا انت، لا حد يضغط على نفسه على مود اي شيء. بس انا مثلا من خالي الحرف مال ريم هنا بالمفاتيح انا حاب اسوي هذا الشيء، بس مو تجيني هي تعال هاك هذا حرف يخلي، لا غصب ما عليك لازم تخلي حرفي. فمو قياس. حتى الاغراض هم ما مقتنع. مو قام يضحك علي بس وا
وإلى هنا تنتهي رحلتنا بكي مارت يا أعزائي المشاهدين. انتظرونا برحلة جديدة ومكان جديد ويا هذا الوجه الشقاقي الجميل اللي ما مقتنع ليش احنا جايين بدنا نشتري هاي الأشياء. إرادة تسوي لهم جولة ثانية تاخذيهم المكان كله بوقت النهار، لأن هسه غالبية المحلات معزلة. صح إن شاء الله. وصوري لهم الأسعار بعد المرة الجاية، يعني العالم تريد تعرف هاي بيش هاي بيش هذيك بيش. ماشي. مو أنا من تصور أكو ليبلاج، فهم بس يحتاج إنه أنتوا اقروا الأسعار اللي موجودة. يعني الناس ما تحب التعب نفسها. المهم انتظرونا فيديو جديد وبجولة جديدة وبمكان جديد إن شاء الله. يلا إلى اللقاء. باي.